هل السعي معناه إنك لازم توصل؟ لأ، عمر ما كان السعي معناه حتمية الوصول، لكن معناه إنك تجرب، معناه إنك تمشي حتى لو الطريق لسه طويل، معناه إنك تتحرك حتى لو ما وصلتش النهارده، لكن بقيت أقرب من امبارح. الفرق الحقيقي بين اللي ناجح واللي مش ناجح، الفرق الحقيقي بين اللي كمل واللي وقف. مفيش حد بدأ من فوق، كلنا بدأنا من تحت، بس مش كلنا كملنا. فيه اللي تعب ووقف، وفيه اللي تعب وكمل. أنا شخصيا لما بدأت أعمل فيديوهات كانت بسيطة جدا، إضاءة ضعيفة، تصوير على قده، الإضاءة مش أفضل حاجة، وما زلت باحسّن برضه من ده. بس السعي معناه إنّك بتطوّر من نَفْسك، بتبقى أحلى من ما كنت عليه قبل كده، ومع الاستمرار بدأت أحسّن شكلي قدّام الكاميرا، وإن المحتوى بقى أقوى من الأول، وإن الناس بدأت تتابعني مش شرط كام، بس مع الاستمرارية كل مرّة بتزيد. أعرف إن مع الاستمرارية كل حاجة هتزيد مع الوقت. اللي كمّل هو اللي بقى قدوة، هو اللي الناس شافته بعد سنين وجالف عليه محظوظ، بس ما حدّش شايف اللي وراه، ما حدّش شايف التعب ولا الفشل ولا الإحباط، الليالي اللي كان بينام فيها وبيقول أنا تعبت بس هاكمّل مش هاقف. السعي مش مرضى، السعي عادة، زي النَفَس، طول ما أنت عايش، طول ما أنت عايش اسعى. ربنا قال: "ليس للإنسان إلا ما سعى." فاكر أول مرّة بدأت فيها أي حاجة، هل أنت على نفس المستوى اللي أنت بديت عليه؟ لأ، أكيد بقيت أحسن، بس ممكن ما تكونش وصلت للحاجة اللي أنت عاوز توصل لها، بس بقيت أحسن من قبل كده. ارجع كمّل حتى لو لوحدك، امشي حتى لو بطيء. ما فيش حد كسب غير اللي كمّل، وما فيش نهاية حلوة غير للناس اللي صدّقت نفسها من البداية. السعي مش معناه إنك تُسك، السعي معناه إنك تستمر في اللي أنت بدأت فيه، استمر في اللي أنت بدأت فيه، اوعى تتوتر.